حاجة تاني بتلخبطنا واحنا بنحل في الباست في الماضي، بيجيب لك كده، بيجيب لك سبيس يعني نقط، ويقول لك he at school yesterday، ويجيب لك جملة تاني بتقول لك space he play at school yesterday، ويقول لك الاختيارات بتاعتنا اللي هتختار بينها. عندنا was وعندنا did وعندنا were وعندنا does. ايا بقى الاختيارات ايه، بس اهم عندي اختيارات هي was و were. في الجملة الاولى هنختار was ولا هنختار were؟ هنختار was ولا هنختار did؟ هتبقى did. ها طيب انا دلوقتي محتارة يا مس هي بتاخد did وهي بتاخد was عشان في yesterday، يعني الاتنين صح، يعني did صح و was صح. طب ايه الفرق بينهم بقى؟ امتى بنختار did وامتى بنختار was؟ بص يا شباب، احنا هنسمي did دي، تعالي يا did، هنسميها helping verb. يعني ايه helping verb؟ يعني فعل بيساعد. طب بيساعد مين؟ بيساعد verb تاني. بيساعد مين؟ بيساعد فعل تاني. يبقى did دي مسمينها فعل مساعد. طب احنا ليه سميناها فعل مساعد؟ يعني بتساعد فعل تاني. school ويسترداي، يعني مفيش في الجملة اللي قدامنا دي أي فعل. يبقى احنا هنا ما ينفعش نختار did، ما ينفعش. ليه ما ينفعش نختار did؟ لأن did هنسميها فعل مساعد، وطالما هنسميها فعل مساعد يعني لازم فعل تساعده. في السؤال اللي قدامكم في أي فعل did تساعده؟ في أي فعل did تساعده؟ ها بصوا بقى ممكن مفيش فعل تساعد did، مفيش حاجة تساعدها. يبقى نختار مين بقى؟ مين بتساعد نفسها؟ was. طب بصوا في الجملة التانية he play at school yesterday، في مين في الفعل؟ مين في السؤال هنا؟ مين في السؤال؟ play في السؤال. يبقى مين هيساعد play؟ مين هيساعد play؟ verb. مين هيساعد play؟ did. helping verb did. يبقى احنا بص نقولها تاني، عشان لما نقولها تاني. اقفلوا المايك عشان تسمعوني تاني. في الجملة الأولى يا جريد 4، صوت حضرتك بيقطع. في الجملة الأولى يا جريد 4، الجملة الأولى يا حبايبي، والله مش كان بيقطع. في الجملة الأولى he at school yesterday، الجملة دي أو السؤال ده مفيش verb تاني. يبقى احنا في الحالة دي نختار was، لأن was بتساعد نفسها مش بتساعد حد. في الجملة التانية بقى أو في السؤال التاني he play at school yesterday، يبقى هنا هنختار did لأن في السؤال verb. طيب تعالوا نعمل واحدة تانية. space they excited yesterday. يلا فكروا كده معايا، هنختار where ولا هنختار did؟ where ما بقتش في المصدر. where ولا did في الجملة دي أو في السؤال ده؟ هندور كده، تعالوا ندور. هي زي ده verb. طب اسمعوني زي ده verb ولا زي دي adjective صفة؟ زي ده قصدي subject فاعل. طب excited، هي excited دي verb؟ excited ده فعل؟ يعني ايه excited؟ ايوه متحمس. طب كلمة متحمس دي صفة ولا فعل؟ لا مش فعل، مش هو ما قالكش يتحمس، هو قالك بنوصف الشخص متحمس، الشخص ده excited صفة. طب يبقى هنا في قدامك أي فعل في الجملة أو في السؤال؟ لا مفيش. يبقى where ولا did؟ where لأن احنا
اتفقنا. امتى بنختار did؟ بنختار did لو في السؤال إذا ما يكون في فعل تاني، في فعل تاني في زمن الماضي، يبقى did هي اللي هنعمل بيها السؤال بتاعنا. طب لو مفيش اي فعل تاني يبقى was او were. تعالى نعمل سؤال تاني، نعمل واحد تاني عشان يكون اصعب شويه. اقول اغير were اخليها was، ينفع هنا اغير were اخليها was؟ نو هتبقى دي. ما ينفع. ليه ما ينفعش where هنا تتغير وتبقى was؟ لان في الجمله عندي في الفعل في السؤال عندي في باي، في فعل، وطالما في فعل يبقى مين هيساعدنا؟ did. يبقى لما اجي اصلح الكوريكت ما ينفعش was اخليها where وwhere اخليها was. لا 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 لا، لازم نركز بالراحه. طب ايه الفرق بين was ودid؟ ايه الفرق بين was وwhere ودid؟ was وwhere مش عايزه فعل في الجمله ولا السؤال، لكن did عايزه فعل في الجمله، عايزه فعل عشان هي helping، هي بتساعدنا. عندي كمان طريقة النفي، طريقة نفي verb to be was و were، طريقة نفي أي فعل تاني didn't والinfinitive، didn't والمصدر. فهمنا الجزء ده؟ رقم 1، أنا هنا عندي read فعل في الجملة أو فعل في السؤال. طالما عندي read فعل في السؤال والجملة في زمن الماضي، يبقى أنا هجيب did هي اللي هنسأل بيها، يبقى رقم 1 هتكون did. طيب نمبر 2 عندنا you at home، مفيش فعل في السؤال ده. طالما ما مفيش فعل في السؤال ده يبقى where هي اللي هتساعد نفسها. مفيش فعل يبقى where. في نمبر 3 عندنا excited، قلت لكم excited دي صفة، يعني برضو السؤال ده مفيهوش فعل، يبقى مين هنستخدم where. طيب خلي بالنا بقى من حاجة، طالما في نص الكلام يبقى احنا لازم نحط not مع did. يعني في رقم 5 ما ينفعش ابدا نكتب did بس، في نص الكلام كده في نص الجملة لازم نحط didn't. طيب تعالوا نشوف في رقم 4 الفعل مفيش فعل في الجملة، في happy، يبقى نختار weren't او were، الاتنين صح. weren't اللي كاتب weren't صح واللي كاتب were صح. طيب في رقم 5 عندي فعل اسمه play، ده فعل، يبقى نختار didn't مش did. ما تنفعش did هنا، did تيجي في السؤال لكن في وسط الكلام تبقى didn't. يبقى اول واحده هتبقى did وبعد كده were وبعد كده were weren't و didn't. وفهمتوها جت ازاي؟ اهم حاجه وانا بحل ابص بعيني على الجمله. اول حاجه انتوا دلوقتي بتتعلموا الماضي بس، في الترم الاول اتعلمتوا المضارع اللي هو اس واي اس ومن غير اس. هو دلوقتي هيجيب لكم اسئله كلها بالماضي، لكن عشان نبقى شاطرين في الانجليش لازم بالاول حاجه ندور على العلامه بتاعه الزمن. الى جمله في زمن الماضي ولقيت علامه من علامات الماضي يبقى افكر في was و were و did او didn't. طيب was و were او wasn't و weren't لو مفيش فعل في الجمله، لكن did و didn't لو في فعل في الجمله او في السؤال. فهمنا كده الفرق بين was و were و did و didn't؟ ممكن تقوليهم تاني؟